أكبر الله أكبر. واش فهمتوا شنو هو التطبيق؟ ها التطبيق بلاتي. التطبيق هو هكا، كان من يصلي ما يديرش هكا، كان يدير هكايا، سبحان ربي العظيم سبحان ربي العظيم. شفتوا هذه؟ هاي بين ركابيه كيدير يديه، هذا يسمى التطبيق في الركوع. يجي واحد يقرا في كتب العلم يقول شنو هو التطبيق؟ هذاك هو التطبيق. كان ابن مسعود يطبق في الركوع. علاش كان يطبق في الركوع؟ ما وصلوش الحديث في أنه عليه الصلاة والسلام كان آخر أمره أنه يضع يده على ركبته ويفرج بين أصابعه في الركوع. ها هو الصحابي ما عرفش حكم، وكم من الصحابة ما عرفوش أحكام حتى بلغهم بها غيرهم ما عرفش. الصحابي ما كيعرفش الحكم وكيجي الصحابي آخر كيوريه، لأن علم السنة لا يوجد عند الصحابي واحد، تنقولها دايما. علم السنة يوجد عند جميع الصحابة. لو جبت جميع الصحابة عندهم جميع علم السنة، لكن صحابي واحد واش كل الأحاديث رواها؟ لا. أبو هريرة روى 5374 حديث، أقل ما روى هو هذا القدر هذا. وهل السنة كلها 5374 حديث؟ الحاكم خرج 10,000 حديث في المستدرك، والإمام أحمد خرج 30,000 حديث في المسند، 30,000. وأبو هريرة روى 5,000. هو أبو هريرة هو راوية الإسلام وما عندوش كل الأحاديث. مفهوم يا جماعة؟ مفهوم ولا لا؟ معروف هذه الفكرة الأخرى هذه. راه الصحابة كتغيب عنهم بعض الأحكام، ما جلسوش مع النبي واحد في واحد الحديث، ما مشوش معاه في واحد السفر، ما سمعوش واحد الحديث. هكذا كثير. عمر مع أبي موسى الأشعري في حديث الاستئذان، الجدة مع أبي بكر، توريث زوجة أشيم الضبابي حديث الضحاك بن سفيان رضي الله عنه، حتى هو اللي يشهد بأن ورث امرأة أشيم الضبابي من دية زوجها. عاد الصحابة ورثوا المرأة من الدية ديال الزوج ديالها. هذه كلها كانت أمور تغيب عن البعض ويعلمها البعض. عمر كان يقول كما في البخاري، كان يتناوب مع جار له، هذا كتهبط اليوم وكيسمع الحديث وكيطلع عند عمر وتيقول له شنو سمع. اللغد عمر هو اللي كينزل كيسمع الحديث وكيجيبوا لجارو تيقول له اش سمعت وكيتعاونوا بجوج، واحد ينزل اليوم ولا غدا ينزل الاخر. تناوب على العلم والروايه جاء به البخاري وذكره في ابواب العلم، التناوب في العلم. اذن الانسان لما يرى صحابيا حصل منه حكم أو مخالفة حكم أو الانصراف عن حكم أو الوقوع فيما يخالف الحكم، كأن ينهى الحكم وهو يقع في النهي، أو يأمر وهو لا يأتمر، فهذا محمول في غالب الأحيان على عدم بلوغه الدليل، موصوش الدليل. وهكذا يجب أن يخرج هذا الأمر الذي نقل عن حذيفة بن اليمان. ولذلك قال ابن الملقن رحمه الله هنا: فيحمل على أنه لم يبلغه النهي عن خاتم الذهب إن كان ذهبا وهو الظاهر، أي إذا كان الذي ذكر في حقه أنه ذهب، وإن لم يكن ذهبا فقد استرحنا منها من الأصل، لأن كونه ذهبا هذه فيها أيضا تردد.